كنت أتمنى كنت أتمنى إن إيران تختفي من على وش الأرض، والدول العربية كلها آه، 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 تحس بالأمان وتعيش في أمان واستقرار. ومصر حبيبتي تنتهي وتخلص من المشاكل اللي عندها دي، ولكن للأسف ما حصلش. ورب ضارة نافعة. ما ربما لو كانت إيران دي راحت، كانت إسرائيل دي هتفتري وتعرف إن مفيش بقى تاني إنها تقدر تخلص على أي دولة في أي وقت، هي وأمريكا بتاعتها. وبالتالي آه كلهم برضه هيبقوا في خطر. أنا أشك يعني، لأن إسرائيل نفسها أصل عددها كام، يقدر يعمل إيه ويسيطر على كام دولة. يعني الموضوع ده صعب شوية. يعني إيران ممكن تستولي وتعمل الإمبراطورية الفارسية تاني وبتاع، لأن عندها التعداد وعندها الموارد. إسرائيل لا. طب اللي حصل حصل. دلوقتي بقى انا بتكلم على امنيات على فكره، وبتكلم على وجهة نظري بس مش اكتر من كده. ماليش دعوة بقى ولا لي علاقة الناس بتقول ايه، ولا الخبراء بيقولوا ايه، ولا ده بيقول ايه. انا كل اللي اعرفه حاجة واحدة فقط، ان حرب شغالة. مصر اتحرمت من السياحة، اتحرمت من قناة السويس، اتحرمت من تحويلات مصريين. كله واقف، كله فريزنج. اي واحد حتى بيحول فلوس عمل لها فريزنج، وقف جمد. يقول لك اما نشوف الدنيا هتعمل ايه وهتحصل ايه فيها ايه. ونفس الكمال هنا كان نفس كمال جوه البلد ذاتها. محدش بيعمل حاجة في أي حاجة، لأنه محدش عارف الدنيا هتوصل فين. فلا اللي بيبيع بيبيع، ولا اللي بيشتري بيشتري، ولا اللي بيصدر بيصدر، ولا اللي بيستورد بيستورد، ولا أي حاجة بتحصل في أي حاجة. والبلد بتبتدي تنهار دراستيكالي بسرعة. يبقى أنا كل اللي أتمناه إيه؟ طب أنا أتمنى إن المفاوضات دي تفشل، وتبتدي امريكا تضرب ايران بقى تاني وبتاع، زي ما كان حصل قبل كده، وزي ما انا كنت بتمنى قبل كده يعني. الحقيقة لا. انا بتمنى المفاوضات دي تنجح بأي شكل. حتى لو ايران وامريكا او ايران بس بدأت تجمع فلوس على الناقلات اللي بتعبر مضيق هرمز، اقول لك يا ريت. يا ريت. ليه؟ انا ماليش دعوة بالحق والمستحق والعالم والقانون الدولي. انا بفكر بمنطق ايه؟ واحد طماع مصر بيدور على مصلحة مصر فقط لا غير. زي ما قلت لك، حتى لو هدوس على رقبة الناس كلها قبل كده قلت، يعني انا لو رئيس الجمهورية ما يفترقش معايا اي حاجة، مصلحة مصر بس. طب انت مصلحتك ايه يا استاذ لو هم عملوا الاتفاقية وبدأت ايران تاخد رسوم على الناقلات اللي هتعبر مضيق هرمز؟ مصلحتي كبيرة يا استاذ. بس انت فكر في اللي بعد كده. هو مين تاني او اكبر في الدول العربية كلها؟ مين اكبر دولة عربية مصدرة للبترول؟ السعودية، صح؟ طيب مين اكبر اعداء ايران؟ السعودية، صح؟ مش هم دول الكفرة بتوع ايران اللي ايران بتعتبرهم كفرة؟ وايران تتمنى، يعني ايران هتخش الجنة لو دمرت السعودية. ده غير عدائهم التقليدي بتاع الامارات. العداء بتاع الامارات ده عداء تاريخي او جغرافي، ومشاكل وقضايا وحاجات قبل كده سابقة. لكن عداء مع السعودية ده عداء ثيوقراطي. ألا طب وايه يعني هتعمل ايه؟ ما هو انا لما اجي حصل حاجة زي كده، انا كبلد زي السعودية هيصعب عليا قوي ان انا ادفع دولار عن كل برميل بنتجه. تخيل السعودية بتنتج كام مليار برميل. ادفعه العدوي عشان اعدي حاجتي. ما هو معظم انتاج السعودية حقول الزهران والبتاع اللي هو في الشرق، اللي هم على الخليج، اللي احنا بنقول عليه العربي وهم بيقولوا عليه الفارسي. تضطر السعودية تدفع. فأصبحت موضوع مبدأ أساسا قبل كل شيء.
بغض النظر عن انه موضوع امان. يعني هو موضوع بيسموه سكيورتي. السكيورتي دي بالعربي يعني سكيورتي، كلنا عارفين السكيورتي لما بينطقوها بالطريقه الظريفه. السكيورتي ان السعوديه ودول الخليج جمعاء ادركوا دلوقتي ان ما يصحش انهم يسيبوا نفسهم رهينه لايران. ازاي رهينه؟ يعني ما يصحش ان كل مواردهم وحاجتهم تكون عن طريق الخليج العربي. المواضيع لو على ناقلات الشحن، اكل شرب خضار لحمه بتاع مش عارف ايه، مقدور عليها مش مشكله. اما البترول فهو ده حياتهم كله. يبقى ده هيدفع السعوديه دفعا انها تأجر جميع شركات الانشاءات اللي في العالم كله وتعمل خطوط انابيب نقل بترول من الزهران او من الجهه الشرقيه الى الجهه الغربيه على البحر الاحمر. وبالتالي البترول يجي على البحر الاحمر، اللي رايح لاوروبا ولا رايح هنا وهنا يطلع عن طريق قناه السويس، واللي نازل تحت رايح اي حته تانية، امريكا الجنوبيه ولا رايح الصين، هينزل تحت مش هيعدي على قناه السويس وكده. ايراد قناه السويس هيزيد. طب مين اللي هيعمل الخطوط دي بقى لما هتيجي تتعمل؟ الامارات هتقول له الكويت هتقول له قطر هتقول له طب ما نشترك مع بعض، طب ما نعمل نظام خطوط انابيب كبيره قوي 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 لينا كلنا يا باشا، لينا كلنا. وهيبتدي البترول بتاع الخليج العربي كله يتنقل للبحر الاحمر، يعني خير كتير لمصر. عايز الموضوع ده يحصل؟ عاوزه يحصل بسرعه الاسبوع الجاي، هم قدامهم اسبوعين، ما يلا تخلصوا يا جدعان، مستنيين ايه ومحتاجين اسبوعين ليه؟ يلا خلصوا. القانون الدولي بيقول لا ما حدش ياخد يبقوا يجي يقابلوني يشتكوهم يعملوه. ده على الاقل يا عم السنتين اللي فاضلين لترامب ده ولا 3 سنين لسه يا جدعان اللي فاضلين لترامب دول نشم نفسنا فيهم. يبقى انا بقول نعم لحل القضية، ونعم ان ايران تفرض رسوم على السفن، ونعم لان انا عارف ومتأكد 100% ان نمبر 1 واحد يقول لك طب ما هم بيعملوا قناة والحتة الصغيرة اللسان بتاع عمان. يا جدعان عمان مين؟ عمان دي ايرانيان كولوني. عمان ايرانيان كولوني، يعني برضو ما فيش ضمان من ناحيتها. ممكن بمنتهى البساطة ايران تغير الامور عن طريقها برضو. فالصح بتاعهم ان هم يعملوا الانابيب على البحر الاحمر، يعني يبعدوا عن السكة دي خالص، يبعدوا عن المية خالص، يبعدوا عن المية خالص. انابيب على الارض، لاند لاين من الامارات، الكويت، قطر، كله انابيب تعدي عن طريق السعوديه من اقرب مكان، عشان تبقى الايه تشوف الخريطه فين اضيق مكان وسع للسعوديه عشان التكاليف تبقى اقل ويتعمل بسرعه. وخير يا مصر، لان حقيقي مصر صعبانه عليا، لان مصر حطت نفسها في موقف وبعدين ده بيفكرني بحاجه بقى، لما يجي واحد يقول لك ما حدش يقرب لها، بصراحه مش عايز اسمع الكلمه دي تاني. ده انت شويه اضرار صغنطوطه زي ديت خلتك بتغني ظلموه. امال لو داخل في حرب وعمال تدفع ذخيره كل يوم واسلحه راحه واسلحه تتضرب وعايز تجيب سلاح وعايز تعمل مش عارف ايه، وبرضه ده ان كان عندك دلوقتي بيخش لك سايح، ايام الحرب ما كانش هيخش لك حد خالص. فبلاش الطريقه ديت وسيبنا من النظام العسكري في التفكير. انت بقيت راجل سياسي دلوقتي يا عم سيسي، خليك سياسي، اقلع البدله بس. سلام.